السلام عليكم ورحمة الله أبطال تالتة إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. تعالوا بينا ناخد الجزء الخامس من المراجعة. قربنا نخلص مراجعة الوحدة الأولى، وقريب جدا بإذن الله هنبدأ في مراجعة الوحدة التانية جغرافيا. يلا بينا على السؤال رقم 8 على طول. بيقولي ما النتائج المترتبة على كثرة تعاريج السواحل والجزر في قارة أوروبا؟ ده أدى لإيه؟ لإنشاء الموانئ، ساعدهم في عمل إيه؟ الموانئ. تاني حاجة اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل بقارة أفريقيا خلى الساحل عندي ضيق، بقت السواحل اللي موجودة في أفريقيا سواحل ضيقة أو السهول الساحلية. ما النتائج المترتبة على وقوع قارة أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية أقصى جنوب الكرة الأرضية؟ بقت محاطة بالمحيط القطبي الجنوبي من كل الجهات، بالتالي بقت قارة مجمدة مش فيها سكان أو غير مأهولة بالسكان. نيجي للسؤال رقم 9. ماذا يحدث إذا؟ إيه اللي هيحصل لو كانت جبال الإنديز بعيدة عن ساحل المحيط الهادي؟ يا ترى إيه اللي كان هيحصل؟ هتبقى السهول الساحلية اللي موجودة على المحيط الهادي واسعة، مش هتبقى ضيقة. طيب ماذا كان يحدث إذا مرت دائرة الاستواء بوسط قارة أوروبا بالنسبة للمناخ والنبات الطبيعي؟ لو بالنسبة للمناخ المنطقة دي هتبقى تبع نطاق المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، هتكون درجة الحرارة عالية طول السنة وهتسقط الأمطار طول السنة، ويبقى عندي نباتات استوائية من أهم أشجارها المطاط والمهوجني. ماذا يحدث إذا بقى تغير المناخ في شمال قارة أوروبا وبقى مناخ معتدل بارد شرق القارات؟ المنطقة دي هيبقى مناخها معتدل في الصيف وبارد في الشتاء، وسقوط الأمطار هيكون طول السنة خاصة في الصيف، وهتنمو عندهم غابات مخروطية زي الشربين والصنوبر. ده اللي هيحصل لو مناخ شمال قارة أوروبا اتغير للمناخ المعتدل شرق القارات. نيجي بعد كده للسؤال بتاع المصطلحات الجغرافية، ودي من الأسئلة المهمة اللي محتاجة مني مراجعة على المصطلحات وحل أسئلة مستمر على المصطلحات والمفاهيم الجغرافية. ما المقصود بالدولة الجزرية؟ ايه هي؟ دولة بتتكون من جزيرة أو أكتر وممكن تكون جزء من جزيرة. طيب ما المقصود بالموقع الفلكي والموقع الجغرافي؟ طبعا في فرق بين الاتنين. نبدأ بالموقع الجغرافي. موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى زي البحار والمحيطات والقارات أو الدول المجاورة. طيب الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. في فرق عنده بين المصطلحين، نركز. هو طالب موقع فلكي ولا طالب تعريف موقع جغرافي؟ ما المقصود بحوض النهر؟ الأرض اللي بيجري فيها النهر أو واحد من روافده، أو هي الأرض اللي بتنحدر مية النهر إليها أو ليها. يبقى عندي حوض النهر عبارة عن الأرض اللي بيجري فيها النهر، مجرى النهر نفسه، أو واحد من الروافد أو المنابع بتاعته، أو هي الأرض اللي بتنحدر أو بتيجي ليها مية النهر. إيه هو الإقليم المناخي؟ عبارة عن منطقة محددة موجودة فين؟ على سطح الأرض، لها خصائص مناخية معينة، معروف درجة الحرارة بتاعتها وشدة الرياح وكمية الأمطار وغيرها من العناصر بتاعة المناخ. يبقى الإقليم المناخي منطقة محددة على سطح الأرض ليها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة بتاعتها والرياح والأمطار وغيرها من العناصر بتاعة المناخ. نيجي بعد كده لسؤال دلل جغرافيا على صحة كل عبارة، بمعنى ان العبارات دي صحيحة. اديني بقى الدليل ان العبارات دي صح، الدليل الجغرافي. يوجد دول جزرية في قارتي افريقيا واسيا؟ فعلا عندي. طيب اديني بقى الدليل. في قارة اسيا مثلا موجود عندي جزر اليابان واندونيسيا والفلبين. طيب في قارة افريقيا موجود عندي جزر القمر وجزيرة مدغشقر. ده الدليل ان في دول جزرية في القارتين اللي هم اسيا وافريقيا. نيجي بعد كده لرقم 2. تتعدد منابع النيل. منابع النيل موجودة فين؟ في وسط القارة. منين بالظبط؟ من هضبة البحيرات الاستوائية. موجودة برضو في شرق القارة. منين؟ من هضبة الحبشة أو هضبة إثيوبيا. يبقى منابع النيل موجودة في شرق ووسط قارة إفريقيا. أهمية السهل الأوروبي العظيم. ليه السهل الأوروبي العظيم ده مهم؟ لأن معظمه متكون أساسا من رواسب طينية
بتعمل تربة خصبة صالحة للزراعة. التربة دي كونتها الأنهار، وكمان عشان موجود في مدن أساسية أوروبية زي برلين وباريس. نيجي لرقم 4. تتشابه تضاريس قارة استراليا مع تضاريس قارة افريقيا. المظهر الهضبي بيسود القارتين اللي هم استراليا وافريقيا. طيب قولي في استراليا المظهر الهضبي عبارة عن ايه؟ الهضبة الغربية بتاخد نص مساحة قارة استراليا. طب في قارة افريقيا موجودة عند الهضاب اللي بتاخد مساحات كبيرة من قارة افريقيا، زي وسط وشرق وجنوب القارة. يبقى في استراليا موجودة عند الهضبة الغربية اللي بتاخد تقريبا نص مساحة استراليا، وفي افريقيا عند الهضاب اخد مساحات كبيرة منين؟ من وسط وشرق وجنوب قارة افريقيا. رقم 5. تتعدد خصائص السهول الفيضية لأمريكا الشمالية. اديني بقى الدليل. العبارة دي صح، اديني الدليل. امتداد السهول الفيضية لأمريكا الشمالية منين؟ موجودة من المحيط القطبي الشمالي في الشمال لحد خليج المكسيك في الجنوب. بتبقى السهول الفيضية في أمريكا الشمالية واسعة في نص قارة أمريكا الشمالية لحد الشرق من جبال روكي. متغطية بالجليد فين؟ في الأطراف الشمالية بتاعتها. موجود فيها بحيرات عظمى في دولتين عندي، كندا والولايات المتحدة. يبقى السهول الفيضية اللي موجودة في أمريكا الشمالية امتدادها من المحيط القطبي الشمالي في الشمال لحد خليج المكسيك اللي موجود في الجنوب. السهول دي بتبقى واسعة في نص قارة أمريكا الشمالية لحد الجزء بتاع الشرق من جبال روكي. الجليد بيغطي أطرافها الشمالية اللي فوق. موجود فيها بحيرات عظمى فين؟ في كندا والولايات المتحدة، ودول دولتين موجودين فين؟ في قارة أمريكا الشمالية. بيقولك بعد كده يتشابه الإقليم المناخي المداري الحار السوداني مع مين؟ الإقليم المناخي الموسمي في بعض الخصائص المناخية والنباتية. اديني الدليل بقى على صحة العبارة ديت. الحرارة بتكون مرتفعة في الصيف، والأمطار بتكون موجودة وغزيرة في الصيف، والشتاء بينتشر في الجفاف. طيب دي الخصائص المناخية أو المناخية. طب النباتية بتنمو حشائش السافانا في الإقليمين. ده التشابه في الخصائص المناخية والنباتية بين الإقليم السوداني والإقليم المناخي الموسمي. دليل جغرافيا. يتشابه المناخ المعتدل البارد شرق القارات مع مناخ غرب أوروبا. الإقليمين دول بيقعوا ضمن نطاقات الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة. الاتنين أقاليم مناخية معتدلة باردة اللي هي كام نطاقها؟ كام؟ 45 و60 شمالا وجنوبا. طيب الدليل التاني في الخصائص المناخية. الإقليمين بيبقى فيه عندهم شتاء بارد وفي أمطار بتسقط طول السنة. يبقى المناخ المعتدل البارد شرق القارات شبيه بمناخ غرب أوروبا. في الاتنين موجودين ضمن الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة. والخصائص المناخية بتاعتهم الشتاء بتاعهم بارد، بتاع الإقليمين دول بارد، وكمان في عند سقوط أمطار طول السنة. خلصنا كده مراجعة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا استفادة كبيرة من أسئلة النهاردة. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير الكتير عشان الكل يستفيد، وتشتركوا في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك. هسيب لكم إن شاء الله لينك الصفحة في أسفل الفيديو. أشوفكم قريب جدا في فيديو مراجعة جديد. كانت معاكم مس مروة، والسلام عليكم.